ومما سمعته وجميل ذكره أحد الصالحين من كبار السن له اشتغال في الطاعة والعبادة والأذان وتعلق قلبه بذلك، دخل في آخر عمره كما يحدثني بذلك أحد أبنائه في غيبوبة استمرت شهورا. يقول ابنه: دخلت يوما للمستشفى لزيارة والده والجلوس معه، فقال له الطبيب: والدك عنده اليوم شيء من الصحو، إن كان أردت أن تكلمه. يقول: فذهبت فرحا ومنقطع في غيبوبة عن الدنيا 3 شهور أو أكثر، فأخذت ناديه، فكأنه استيقظ من نوم فقال لي: أذن، ثم دخل يقول في الغيبوبة إلى أن مات. 3 شهور في غيبوبة، ولما استيقظ استيقاظ يسير قال أذن، ما كان في قلبه إلا هذا. فالقلب بحسب ما يشغل به، إن شغل بالله والباطل في مثل هذه الشدائد لا يحضر إلا هذا الذي قلبه كان منشغلا به، وإن كان منشغلا بذكر الله وطاعته لا يكون في الشدائد إلا هذا الذي كان منشغلا به. ولهذا قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن قلبه يخونه أشد ما يكون، وبخاصة عند الاحتضار. نعم.